من ضمن الأسئلة المنتشرة وهو سؤال أنتِ ليه مش عايزة تتجوزي؟ وكأن الجواز خطوة إجبارية وكأن أي بنت بترفض الجواز يبقى لازم عندها مشكلة. بس يا ترى هل كل بنت بترفض الجواز عندها مشكلة فعلًا والّا لأ؟ في أسباب منطقية واقعية ورا القرار اللي البنت ممكن تقول بيه مش عايز تتجوز. تعالوا نعرف مع بعض إيه هي الأفكار دي. زمان كانت فكرة الجواز مرتبطة بالأمان والاستقرار وكانت البنت ما بتملكش رفاهية الاختيار، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت والست بقت مستقلة عندها حياتها وشغلها وطموحاتها. فهل طبيعي هتفضل الجواز بنفس الطريقة التقليدية؟ طبعا مش شرط، خاصة إن في بعض الأسباب اللي ممكن تخلي البنت ترفض الجواز. نتكلم على الأسباب دي شوية. نبتدي بسبب رقم واحد، هو فقدان الثقة في العلاقات، ودي واحدة من أهم الأسباب اللي بتخلّي البنات بقوا يشوفوا حواليهم علاقات فاشلة، نسب طلاق عالية، مشاكل يومية، فتبدأ تسأل نفسها هو أنا مستعدة أدخل في كل ده وليه؟ السبب تاني الرغبة في الاستقلالية، لإنه كتير من البنات دلوقتي عندهم أحلام وطموحات، وبيحسوا إن الجواز ممكن يكون عائق قدام نجاحهم وطموحاتهم، خصوصًا كمان لو لسه مش لاقيين الشريك اللي فعلًا يدعمها أو يدعمهم بدل ما يأيدهم ويأيد أحلامهم وطموحاتهم. السبب الثالث الخوف من الاختيار الغلط والخوف من الندم. يعني في بنات كتير مش رافضين الجواز في المطلق لكنهم رافضين الجواز التقليدي اللي بيكون بدون حب او تفاهم ويبقى مجرد ضغط من العيله. ممكن نلاقي السبب الرابع كمان اللي هو الشعور بالاكتفاء الذاتي، بمعنى انه مش كل بنت بتشوف الجواز دلوقتي حاجه ضروريه للسعاده. في بنات حاسين ان حياتهم مكتمله ومتكامله زي ما هي وعندهم اهتمامات واصدقاء واهداف بتخليهم مش محتاجين يكونوا في علاقه علشان يكونوا سعداء. وفي سبب خامس، التجارب السابقة والخوف من الالتزام. هتلاقي في بنات مروا بعلاقات مؤذية سواء شخصية أو حتى قصص سمعوها ودي خلاهم متحفظين جدا من فكرة الارتباط. وطبيعي البنت بتتأثر بنظرة الناس ليها إنها مش متجوزة كأن حياتها ناقصة أو فيها مشكلة، وده طبعا بيضغطها نفسيا. وسواء كنت شايفة إن الجواز مهم أو مش مهم، الأهم من القرار، يعني الكلام ده للبنت، سواء كنت شايفة إن الجواز مهم أو مش مهم فالأهم من قرار جواز إنه يكون القرار ده يكون بإرادتك أنت مش نتيجة ضغط. ولازم طبعا الجواز يكون عن اقتناع وحب مش مجرد خوف من كلام الناس، لأن الجواز مش نهاية العالم والرفض مش معناه وجود مشكلة عند البنت. فكل واحدة ليها الحق في اختيار الطريق اللي يناسبها.